السلام عليكم حبايبي، وحشتوني. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله بنجيبها من المحلات بتمن غالي جدا، ممكن نعملها في البيت باقل التكاليف. هنعمل مع بعض فتة الشاورما والتوميه بالرز الكبسه زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه هنبتدي نتبل البانيه. هنحط كوبايه زبادي، هنحط كركم، هنحط كاري، هنحط توابل فراخ، هنحط شويه ملح، فلفل اسود، آه، بابريكا، كزبره بتدي طعم جميل جدا. التوابل اللي انت حباها حطيها، اللي انت مش حباها ما تحطهاش. وهنحط شويه زيت، 3 4 معالق كده، وهنقلب كل المكونات دي كده ببعضها، ونحط فيها البانيه، وهنسيبه منقوع كده فيها لحد مده مثلا ساعه ساعتين، ويا ريت لو من قبلها بيوم يبقى احسن. كده بعد ما خلصناه وقلبنا المقادير كلها كده كويس عشان تندمج في بعضها، هنبتدي ننزل بالبانيه، ونحط شويه خل، ده بيسرع من السوا بتاعها شويه، والملح بنحطه في اخر حاجه. كده نزلنا بالبانيه، وبعد ما تبلناه زي ما انتم شايفين كده هنسيبه لمده ساعه او ساعتين. هنعمله اخر حاجه بعد ما نعمل الرز والتوميه معاكم. كده هنبتدي نشوح شويه زيت صغيرين، هنبتدي ننزل عليهم بتوابل الكبسه، بتجيبها من عطار، وشويه كاري وشويه كركم، بنحطهم على نار هاديه عشان التوابل تطلع ريحتها كده، بتبقى طعمها حلو. بعد كده هننزل بالبصلايه اللي احنا مقطعينها تقلبتين 3 كده على نار هاديه. برضو بكون انا غاسله الرز ومصفيه. بنزل اهو بالرز زي ما انتم شايفين، ولازم اقلبه واشوحه شويه قبل ما احط الميه بتاعته، قبل ما احط الملح. كل ما تشوحي الرز في الماده الدهنيه بتاعته مع التوابل بياخد منها الطعم، ويطلع معاكي الرزايه برزتها مفرفر كده زي ما بيقولوا. بعد كده هحط الميه المناسبه للرز على حسب ما هتعملي. لو هتعمليه برز بسمتي بتزودي الميه شويه، لو رز عادي بتحطي المقدار العادي. ده بقى عيش شامي انا مقطعاه كده مكعبات زي ما انتم شايفينه. هنحمره بدل ما نجيبه من بره. كل حاجه متواجده عندنا في البيت بنعملها. انزل العيش كده في قلب الزيت السخن، ابتدي احمره. ده بعد ما حمرته ببتدي ارش عليه شويه ملح وشويه فلفل. بعد كده هبتدي اعمل الشاورما. هنحط شويه زيت صغيرين، ونبتدي نرص الشاورما كده. ما اقلبهاش بقى على الناحيه التانية غير لما تاخد لون، ابتدي اقلبها على الناحيه التانية. طاسه سخنه كده وبنزلها كده لحد ما تتشوح معانا. بسيطه جدا ومش مكلفه، احنا بنشتريها من بره غالي، لكن عم اعملها في البيت مش هتكلفني حاجه خالص. ببتدي اقلب بقى فيها من الوش ده الوش ده لحد ما تنشف معايا زي ما انتم شايفين كده. واديها اللسعه ديت بتبقى طعمها جميل وحلوه جدا. وانشفها ما اخليش فيها ميه خالص. هو كده كده بيستوي على طول. وكده بعد ما انا شوحتها على الوشين كلها واستوت كده ابتدت تبقى جاهزه معايا. هنبتدي ننزل بالعيش الاول، وننزل على طول بالرز وهو سخن علشان يدبل لي العيش شويه، ما يبقاش مقرمش قوي تحت لما اجي اكله. حاجه بسيطه جدا مش مكلفه وطعمها جميل، وعاملاها ببيتك وبالهنا والشفا زي ما انت شايفه كده. يا ريت بقى تقولوا لي في التعليقات اذا كنتوا جربتوها وعجبتكم ولا لا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير،
واللي ما اشتركش ينزل يشترك في القناة، وإعجاب كده منكم وتعليق حلو منكم كده، تشجعونا عشان دايما نعمل الجديد. دي تومية احنا عاملينها برضو في البيت، المرة الجاية هعملها لكم حلقة كاملة.